فيديو النهاردة عن أحسن 5 فنادق 4 نجوم موجودين في مدينة الماطي، فخليكم معايا وتابعوني. واحد من أهم الفنادق ال4 نجوم اللي موجودة في مدينة الماطي وهو فندق ميركور هوتيل. فندق ميركور الماطي. فندق ميركور الماطي هو من الفنادق المميزة ال4 نجوم اللي موجودة في مدينة الماطي. أول ما تخش من الباب الرئيسي للفندق هتلاقي على الجهة اليسرى الريسبشن. هتلاقي في الريسبشن جلسات جميلة جدا ومميزة، ومن الناحية التانية لمدخل الفندق هتلاقي منطقة اللوبي بار. لما تيجي في منطقة اللوبي بار في الحقيقة هتلاقي مميز جدا، وهتلاقيه معاه جلسات جميلة ومميزة جدا بألوانات رائعة. الناس في الريسبشن على أعلى مستوى. هتلاقي الناس في الريسبشن بتتكلم كازاخستاني وروسي وفرنسي وإنجليزي. خلينا نروح على الغرف. في الجناح هتلاقي فيه صالة منفصلة عن غرفة النوم، هتبقى مع صوفة وكراسي ومكتب وتلفزيون. أما عن غرفة النوم فهي بجد تحفة، خصوصا الديكورات اللي معمولة في الغرفة وراحة النوم على السرير. وهتلاقي في الغرفة مكان للاستحمام. كمان هتلاقي مطبخ وغرفة صغيرة للملابس وحمام. وبيتميز الجناح بإطلالة مميزة جدا عن المدينة. الجناح فيه غرفة منفصلة وصالة منفصلة عن الغرفة ومطبخ وغرفة ملابس صغيرة ومعاهم حمام وإطلالة رائعة. بالنسبة للغرف في فندق ميركور فهم 3 أنواع من الغرف. هتلاقي عندهم الغرف بالنسبة لمساحة الغرف الستاندر بتبقى مساحتها 30 سكوير متر، والغرف اللي هي السوبر بتبقى 33 سكوير متر، وبالنسبة للجناح بيبقى 60 متر. بالنسبة للسبا هتلاقي فيها غرف الساونا وغرف الستيم وصالة جيم وحمام تركي وغرف لتغيير الملابس. وكمان هتلاقي عندهم الجاكوزي بيتميز بإطلالة رائعة على المدينة. أما بالنسبة للمطعم الرئيسي في فندق ميركور فهو رائع جدا. قبل ما تدخل المطعم هتلاقي الهوستس على ايدك اليمين. هتلاقي البوفيه مقابل للمدخل الرئيسي، ومن الجهة اليمين هتلاقي عدد كبير من الترابيزات مطلة على المدينة. ومن الناحية اليسار في وسط المطعم هتلاقي عدد كبير من الترابيزات. البوفيه هتلاقيه أمام مدخل الرئيسي للمطعم، ومن ورا البوفيه هتلاقي كمان ترابيزات بإطلالة رائعة على المدينة. الأكل عندهم ممتاز جدا والخدمة على أعلى مستوى. بالنسبة للمطعم الرئيسي عندهم اسمه مطعم الألاكارت. تلاقيهم بيقدموا بوفيه اللي هو الأكلات العالمية والأكلات المحلية. الفندق تقييمه على booking.com عادي جدا، واخد 8.9 من 10، وده تقييم عادي جدا على booking.com. الفندق يعتبر جديد وموقعه مميز جدا في وسط المدينة. أنا النهاردة يا جماعة في فندق مش عادي. فندق النهاردة هو أحسن فندق 4 نجوم موجود في مدينة الماطي. أنا النهاردة في فندق جراند تيان شان. تالي تيان شان واحد من أحسن الفنادق الموجودة ال4 نجوم في مدينة الماطي. ليه هو أحسن فندق 4 نجوم؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. فندق تيان شان. فندق تيان شان هو فندق 4 نجوم، هتلاقيه بيقع في مدينة الماطي في قلب مركز المدينة. بيحتوي على 73 غرفة. اللوبي عندهم مميز جدا وتصميمه رائع، على الرغم ان مساحته مش كبيرة الا ان هو فخم جدا. هتلاقي مكنة صرافة ومخزن للأمتعة في الريسبشن. الناس في الريسبشن بتتكلم 3 لغات، بتتكلم كازاخستاني وروسي وانجليزي. وعندهم 3 انواع من الغرف والأجنحة. عندهم غرفة سوبريور وديلوكس وجناح، بالإضافة كمان لغرف عائلية. خلينا نوريكم الغرف عاملة ازاي من جوه. دي الغرفة يا جماعة.
أول ما تخش بتلاقي هنا مكتب، وشاشة التلفزيون وكرسيين. بص الغرفة عاملة ازاي، حاجة جميلة جميلة. يعني اللي عاجبني برضو هنا ان الغرفة منفصلة عن الدولاب والتواليت. دي الغرفة العادية، يعني مساحتها ممتازة وفي نفس الوقت بصراحة جميلة وهادية أوي. بص، وده الباب الرئيسي، وده هنا اللي هو الدولاب، وده مكان اللي هو الحاجات بتاعة تلميع الأحذية وتحط الشنط بتاعتك، وكمان مراية من هنا بشماعات. وده التواليت. يعني بصراحة غرفة جميلة. ده الحاجات الفاسيلتيز بتاع الفندق، حاجة محترمة. عندهم مركز أعمال تقدر تطبع فيه أي ورق وفاكس، والإنترنت في الفندق سرعته عالية جدا وسريع. كمان عندهم خدمة تنظيف الغرف مجانية، وخدمة الكي والغسيل دي بتبقى بفلوس إضافية. بالإضافة كمان عندهم خدمة الروم سيرفيس، وعندهم صالون تجميل وصالون حلاقة. ليه اخترت فندق جراند تيان شان إن يكون أحسن فندق 4 نجوم في مدينة الماطي؟ ده عشان عدة أسباب. أول حاجة سعر الفندق. بالنسبة لسعر الغرف في الفندق هي أرخص كمان، أو تعتبر بتساوي في بعض فنادق لل3 نجوم، حتى مش ل4 نجوم. يعني أسعاره منخفضة مقارنة حتى بأسعار ال4 نجوم. دي رقم 1. رقم 2، تقييم الفندق على booking.com تقييم عالي جدا، 8.6، وده تقييم بالنسبة لفندق 4 نجوم عالي جدا. السبا عندهم هي أحسن سبا موجودة على مستوى مدينة الماطي بالنسبة لفندق 4 نجوم. وكمان السبا بتاعتهم بتنافس أسعارها وجودتها الفنادق ال5 نجوم، وده واحدة بيخلي الفندق ده إن يكون رقم 1 في فنادق ال4 نجوم. بالنسبة للسبا بتاعت فندق جراند تيان شان، هي أحسن سبا على مستوى الفنادق ال4 نجوم في مدينة الماطي. ملهاش يا جماعة منافس. هتلاقي فيها غرف مساج وصالة فيتنس سنتر وحمامين سباحة، هتلاقي واحد عادي وواحد مع جاكوزي. وهتلاقي عندهم حمام تركي مميز جدا، بالإضافة لساونا للرجال وساونا خاصة للسيدات، وكمان غرفة ستيمور. وكمان عندهم الدايموند، تقدر تاخد المساج بتاعك داخل الدايموند بكل هدوء وراحة. بالنسبة لقاعات الحفلات والاجتماعات داخل الفندق جراند تيان شان، هي مميزة جدا. عندهم 5 قاعات أفراح واجتماعات، وعندهم مجموعة واسعة من خدمات الأعمال بمعدات حديثة، بالإضافة كمان لخدمات التخطيط للمناسبات واختيار الطعام والشراب. عندهم قاعة السلطنات للأفراح بتكفي 200 فرد، وهي مكان مثالي للاحتفال. وعندهم كمان قاعة المؤتمرات التاو بتكفي برضو 200 شخص، وهي قاعة مريحة جدا للمؤتمرات الكبيرة والمنتديات. بالإضافة لقاعة للاجتماعات الأعمال الماطي وأستانا بتكفي 60 شخص، وهي مناسبة للمناسبات الصغيرة والندوات والمؤتمرات. بالإضافة كمان لقاعة المؤتمرات برسات بتكفي 40 شخص، بتجمع ما بين الرقي والذوق الرفيع والراحة بشكل مثالي. من هنا كده ده الأماكن اللي هي الناس بتتزحلق بيها على الجليد. بص الفندق عامل ازاي، ودوت كله ده تبع الفندق. بص المكان عامل ازاي، تحفة يا جماعة. ده اللوبي بتاع الفندق. الغرفة اللي هو الفاميلي روم، اللي هو بتاعت غرفة العائلة. بص أول ما تخش الغرفة هتلاقي على اليمين من هنا كده
ده مكان الدولاب. ومن هنا كده دي الغرفة الأولانية. بس بتبقى عاملة ازاي. ومن هنا كده بلكونة كده. بص كده ده مكان الدولاب. وده كده مكان الحمام. ده كده الحمام يا جماعة. بص كده من هنا الحمام. ده كده الحمام. بص كده. ومن هنا كده ده البلكونة. خلينا كده نشوف البلكونة. خلينا نشوف كده الفيو. Let's to see. Let's to have a look how the view. Let's to have a look for the view. بص الفيو عامل ازاي. دي كده يا جماعة البلكونة. كده المطعم من هنا. مطعم وهتلاقي فيه كل حاجة. ده من هنا كده المطعم. وده هتلاقي هنا الأكلات كلها. بص عامل ازاي جميل يعني يعتبر مش وحش. بص هنا يعني ممكن تيجي العادات تعتبر لطيفة مش وحشة. الترابيزة كويسة مش وحشة. بص عامل ازاي. زي ما احنا شايفين التراس بتاع المطعم على اعلى مستوى. الاطلالة بتاعت التراس جميلة ومميزة. اللي قدامنا دي الشезлونجات اللي بتقدر تستريح عليها بعد خروجك من غرفة الساعة. من الناحية اليمين غرفة انتظار قبل دخولك للساعة. من هنا كده أماكن للشاور. واللي قدامنا ديت غرفة الساعة.
اللي قدامنا دي غرفة ديلوكس روم، خلينا نشوفها عاملة ازاي من جوه. اول ما تخش الغرفة هتلاقي على يدك اليمين الدولاب، ومن الناحية ديت هتلاقي الحمام. خلينا نبص الحمام عامل ازاي. زي ما احنا شايفين الحمام نفس الديكور بتاع الغرفة العائلية. الحمام برضو صغير، هتلاقي فيه الفوط بتاعته والشاور جل والشامبو والصابون، وكمان في الاكسسوار بتاعه. من الناحية ديت هتلاقي اللي هو الدولاب، هتلاقي الخزنة داخل الدولاب، وده المكان اللي بتعلق عليه الشماعات. خلينا نخش على الغرفة. شكل الغرفة جميل، وزي ما احنا شايفين برضو الغرفة كلها معمولة من الخشب. غرفة مش كبيرة قوي لكنها كويسة. من هنا كده ده التلفزيون والميني بار والركن بتاع الشاي والقهوة. خلينا نخش على البلكونة. زي ما احنا شايفين البلكونة الأرضية بتاعتها كلها معمولة من النجيل الصناعي. مساحة البلكونة كويسة جدا ومريحة. أنا النهاردة في واحد من أفضل وأشهر الفنادق الأربع نجوم في مدينة الماطي. أنا النهاردة في فندق كازاخستان. فندق كازاخستان هو واحد من أشهر وأهم الفنادق الأربع نجوم في مدينة الماطي، وهو أول الفنادق اللي فتحت في مدينة الماطي وفي كازاخستان بصفة عامة. أول ما تدخل الفندق هتلاقي اللوبي بار، وفي الدور التاني هتلاقي المطعم الرئيسي. الفندق بيمتاز إن فيه غرف أنيقة بتتمتع بإطلالة رائعة، وفيها واي فاي مجاني، وجميع الغرف فيها عازل للصوت. هتلاقي كمان في غرف عائلية، وهتلاقي في أجنحة، وهتلاقي في غرف غير مدخنين، والغرف هناك على أعلى مستوى.
ده يا جماعة اللي هو المطعم. بالنسبة للمطعم ده، في المطعم اللي هو في الدور الأخير. هتلاقي في الدور 25 البار فلاي دوت، هتقدر تاكل فيه وجبة العشاء مع إطلالة بانورامية مميزة جدا بتطل على المدينة. بالنسبة لخدمة المطاعم، هتلاقي فيه مطعم وفيه بار، وكمان فيه روم سيرفيس، كمان هتلاقي فيه بار للوجبات الخفيفة، هتلاقي فيه مطعم شغال على مدار 24 ساعة بيقدم المأكولات التركية، وهتلاقي كمان مطعم كازاخستان للمأكولات المحلية، هو على الطراز الكلاسيكي وبار اللوبي. من الميزات داخل فندق كازاخستان إن هو فندق بتدفع أسعار 4 نجوم وبتتمتع بجميع الخدمات ال5 نجوم، ودي حاجة صعب إن انت تلاقيها. بالإضافة كمان لموقع الفندق المميز في وسط المدينة. أنا النهاردة في فندق مش عادي. فندق النهاردة واحد من أشهر الفنادق ال4 نجوم اللي موجودة في مدينة الماطي. فندق النهاردة بيست ويسترن الماطي. فندق النهاردة هوريكم كل الحاجات اللي داخل فندق بيست ويسترن، سواء الغرف سواء المطعم، كل حاجة داخل الفندق. أول ما بنخش الاستوديو من جوه، دي صالة منفصلة عن الغرفة الرئيسية. ده من هنا كده ده الباب، ودوت دولاب، وفي شماعات هنا، ومن تحت هنا دوت بتقدر تحط عليه شنط. خليني أوريكم الدولاب من جوه عامل ازاي. زي ما انتم شايفين، هيبقى من فوق دوت الشماعات، وده هنا لو انت عاوز تبعت الهدوم بتاعتك للغسيل او الكي. وديت من تحت كده دوت اللي هو الخزنة. ومن هنا كده حاطين عزكم الله اللي هو شبشب، واللي هو بتاعت الجزامة، حاجات التلميع. دوت من هنا الدولاب، ده كده الدولاب بالظبط. خليني اوريكم اللي بعده منه. ودي ديت الصالة يا جماعة. دي بتيجي بجلسة هنا، من الجزء اللي هنا دوت بيبقى فيه اللي هو التلفزيون، مع كمان كرسيين، ومن الناحية اللي هنا بيبقى فيه الميني بار. خلينا اوريكم الدنيا عاملة ازاي. دوت اللي هو الشاي والقهوة والمية والحاجات دي كلها. ده التليفون طبعا. ودوت من هنا الميني بار، بس مش هتلاقي فيه حاجة في الميني بار. الميني بار يعني انت لو عندك اي مشروبات او اي اكل ممكن تحطها في الميني بار عادي. ده باختصار اللي هي الصالة الرئيسية. بص عامل ازاي السويت. ده السويت يا جماعة. خلينا ندخل على الغرفة وندخل على التواليت. خلينا نخش على الحمام الأول. دوت الحمام. ده من هنا حوض الوش. هو بصراحة شكله شيك بس صغير. والجزء اللي هنا دوت اللي هو عزكم الله بتاع الحمام. ده الحمام يا جماعة. ومن فوق هنا اللي هو الفوط، وهنا كمان ده بانيو. فدي حاجة ممتازة مع طبعا السترة بتاعته. ودي الحاجات بتاعت اللي هو الفندق. ده اللي هنا الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها. الحمام شيك،
الحاجة بتاعته الأرضية بتاعته نظيفة جدا وشيك بصراحة. طيب خلينا أخدكم على غرفة النوم. صحيح نسيت أقول لكم هنا في الحمام في إكسسوار. طيب خلينا كده بقى نبص كده على غرفة النوم عاملة إزاي. غرفة النوم هتلاقيها منفصلة، ديت كده غرفة النوم بصراحة مترتبة شكلها كويس جدا. دي ببساطة غرفة النوم. هتلاقي هنا حاطين روب، والسرير يعني ممتاز، الشكل بتاعه حلو قوي. آه في 2 كومودينو، ادي كومودينو هنا، وفي من الناحية التانية كومودينو. طيب خليني اوريكم كده الغرفة. طيب دوت هيبقى السرير. دي الغرفة كلها. هنا في الغرفة مفيش قدام السرير أي حاجة. يعني بص كده، هنا قدام السرير فاضي، مفيش دولاب، مفيش تلفزيون، مفيش أي حاجة. يعني الغرفة بس سرير النوم مع يعني الغرفة بصوا كده، هتبقى الغرفة هنا سرير النوم مع اللي هما 2 كومودينو والتليفون. بس دي الغرفة. ودي الإطلالة، خلينا أوريكم الإطلالة بتاعتها من الناحية اللي هنا. دي الإطلالة بتاعتها. بصراحة موقع الفندق هنا ممتاز. دوت كان السويت داخل فندق بيست ويسترن. النظافة هنا كويسة جدا، الترتيب بتاعه حلو، والسويت مساحته مش كبيرة قوي ولا صغيرة برضه، يعني وسط. فبصراحة ده ممتاز. خلينا اوريكم المطعم عامل ازاي داخل الفندق. خلينا اوريكم بوفيه وكل حاجة داخل المطعم. زي ما انتم شايفين يا جماعة دوت المطعم. خلينا اوريكم البوفيه بتاعه. اول ما بتخش المطعم، اول حاجة البوفيه اللي هو الرئيسي من هنا. خلينا اوريكم البوفيه عامل ازاي. دوت المقانق، ده البيض المسلوق، ده البيض العيون او السكرامبل، من هنا بيبقى فيه ده. خليني اوريها لكم. ديت الاكل اللي هو الكازاخستاني زي ما انتم شايفين. دي الحاجات كلها. وديت اللي هي الرز والكبد. خليني اوريها لكم. دوت بيف ودوت رز. الناحية اللي هنا ده الجزء بتاع اللبن. This is the milk. ودوت السيريال يا جماعة. توست، بريد، انجلش كيك. very nice buffet. ده كله المنطقة بتاعت السيريال يا جماعة. دوت المنطقة بتاعت الفاكهة. ده السوار كريم، ودوت العسل. دي كلها، ده كله اللي هو الحاجات الجبن ده كله الجبن يا جماعة، والفلفل والحاجات البيكلز، المخللات، الطماطم، الخضروات.
وده من هنا الجبن. بصراحة البوفيه جميل، يعني فيه يعتبر كل حاجة. ده خليني اوريكم البوفيه من الناحية التانية. ده الجزء اللي هنا كده دوت الجزء بتاع الشاي والقهوة والعصاير. دوت يا جماعة المطعم ده مطعم مؤقت، لأن بيفتتحوا مطعم جديد داخل الفندق. وكمان ده يعتبر صالة بنكوت عاملين فيها البوفيه مؤقت لحد ما يعملوا اللي هو التصليحات في المطعم الجديد. فدي حاجة ممتازة. ده المطعم ده كل المطعم. البوفيه جميل، فيه كل حاجة، يعتبر كويس جدا. ده يا جماعة من هنا كده الجيم بتاع بيست ويسترن. من هنا اوريكم عامل ازاي من جوه. ملعب، بس زي ما انتم شايفين ديت بتاعت جاري. ومن هنا كده دي اللي هي الحاجات بتاعت الجيم. يعني الصالة بسيطة وصغيرة وفيها الحاجات بتاعت الحديد. خليني اوريها لكم. دي الحاجات بتاعت الحديد، جميع الأوزان هنا. ومن الناحية اللي هنا كده دي بتاعت عجلة. وده من هنا اللي هو وده من هنا بتاعت الحاجات الرياضية بتاعت الحديد. دي صالة الجيم باختصار. السلام عليكم. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة. ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبولي في تعليق. شكرا لكم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من داخل كازاخستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.